الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأخ الرئيس، نحن أمام موضوع تاريخي، موضوع مصيري يهم كل الشعب الكويتي، لذلك سأتناوله من 3 محاور رئيسية. أولى هذه المحاور هو محور الخاص في مفهومنا للحكم الرشيد والحكم الصالح. كثير ما اشتركنا في المؤتمرات وفي الندوات وفي المنتديات وكانوا يأكدون على موضوع الحكم الصالح والحكم الرشيد، والذي يعتمد بالدرجة الأولى على أساس العدالة في الحكم والعدالة في القضاء والعدالة كأساس في مساواة التعامل مع الآخرين. فلذلك أنا أعتقد نحن أمام قضية مصيرية في هذا الجانب تتعلق في هذا الأساس، والذي يخل حقيقة في مبدأ الحكم الرشيد والحكم الصالح. الصرعاوي هذا لا يهش ولا ينش، ما شفنا منه شيء. حبيبي هذا عليه المناقصات، وين ما تروح هو وياها، وفوق هذا كله كل شيء مسجل باسم نسيب المباركي. المشكلة حسبالهم ان الشعب ما يدري، يبقى الكويت صغيرة وريحتهم فاحت. باقو 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 من غير ما يدري، باقو من غير ما يدري.